مع مرمر مفيش مستحيل. تعالوا بقى يا حبايب قلبي اقول لكم انا بعمل غدا ايه النهارده. بس قبل ما اقول لكم بعمل ايه، يا ريت بقى اللايك اللي بيفرحني وكومنت حلو منكم كده، ويا ريت تفعيل زر الجرس عشان كل جديد يوصل لكم. بصوا بقى، تعالوا اوريكم الحله دي فيها ايه. شايفين الحله دي فيها ميه، طبعا انا حاطه فيها ميه وحاطه فيها 4 مكعبات مرقه خضروات، وطبعا ملح وفلفل، وحاطه البهارات السبعه. طب يا مرمر هتعملي ايه؟ اقول لكم بعمل ايه. انا طلبوا مني احنا عايزين ناكل قلقاس، قلت لهم يا سلام، ده يعني انتوا تؤمروا. طبعا احنا عارفين يا حبايبي ان القلقاس عشان يتعمل لازم يبقى فيه شوربه طيور، شوربه لحمه. طبعا احنا صايمين، فعشان احنا صايمين مش هناكل قلقاس؟ لا طبعا هناكل قلقاس. طبعا وانا بفرز القلقاس عملت حسابي ان انا اعمل السلق بزيت علشان الصيام، وانا بحب في الصيام اعمل لهم جميع الخضار، وهم عندي بقى بيعشقوا حاجه اسمها قلقاس. زي ما انا قلت لك يا حبيبتي، انا حاطه في الميه ملح فلفل، وحاطه 7 بهارات، وحاطه مكعبات خضروات. طبعا حطها خضروات عشان احنا صايمين. كميه المكعبات بقى والتوابل اللي انت هتحطيها حسب كميه القلقاس اللي انت هتعمليها. عايزه اوريكم بقى القلقاس اللي انا مفرزاه اهو، وعايزه اقول لكم بقى على تركايه لازم ايه تبقوا يعني تعملوها. شايفين واكيد انتوا برضو عارفين التركايه دي، بس عايزه اقول لكم انا بعمل ايه. انا بطلع القلقاس كده من الديب فريزر واحطه على طول. لو انت بقى شوربه طيور، شوربه لحمه، الشوربه اللي عاملاها القمر دي، يعني من غير طيور ولحمه يعني مش هنعرف ناكل قلقاس؟ لا طبعا. كل الاكلات فضل ونعمه. بصوا شايفين اهي، انا بجيبها كده من الفريزر، شايفين، وبحطها على طول في الشوربه بقى اللي انا عاملاها ديت. شوربه صيامي، حاجه كده عسل، حاجه كده عسل. جربوا الفكره بجد، يعني كل الاكلات يعني لما بتتعمل بحب بجد بتطلع طعمه وزي العسل. كمان عايزه اوريكم اهو، اللي برضو عايزه اوريكم السلق اللي انا مفرزاه اهو. كنت عامله حسابي طبعا اعمل السلق ده بزيت يا بنات، اعمله بزيت، لان انا عارفه كان ايه داخل وانا بفرز كده القلقاس والسلق ان داخل علينا صيام، وانا عندي بيحبوا قوي 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 القلقاس، فعملت حسابي. طبعا انا كده حطيت ايه، حطيت القلقاس، حطيته اول ما جبته من الفريزر حطيته على طول في الشوربه اللي انا عاملاها، وهحط كمان ايه السلق اللي انا عاملاه بس. عايزه اقول لكم تاني، الميه دي فيها ايه، ملح فلفل بهارات السبعه. لو عايزه تحطي ورق لوري، طبعا انا هحط لسه ورق لوري دلوقتي. حطي ورق لوري وتسيبي بقى ايه الميه تغلي. طبعا المكعبات الخضروات انا حطاها حسب الكميه اللي انت هتعملي بيها القلقاس. انا حاطه 4 مكعبات. وعايزه اقول لك بقى السلق نفسه اللي انا مفرزاه حاطه فيه توابل، فانت اعملي حساب برضو التركايه دي. واهم حاجه تجيبي القلقاس من الديب فريزر تحطيه على طول على الشوربه. سبت بقى يا حبايبي القلقاس كده مع بعض يغلي كده وياخد ويدي كده بشكل ودي، وهنشوف بقى احنا وصلنا لايه. تعالوا نشوف مع بعض احنا وصلنا لايه. وفعلا القلقاس الصيامي ده بيبقى زي الفطاري كده وكشكل وطعم ولا ايه بالظبط. تعالوا نشوف مع بعض، نعري كده الغطا ونشوف احنا وصلنا لايه. ايه الطعامه دي، ايه الحلاوه دي، ايه الريحه دي. انا عايزه اقول لكم بجد بجد يا ريتكم كنت يعني تبقوا معايا. الريحه بجد تحفه. عايزه اقول لكم يا حبايبي، انا طريقه اللي كنت انا عامله على الصفحه طريقه السلق بقى بتاع امهاتنا اللي هو على اصوله ازاي تعمليه. انا عاملاها على الصفحه. مفيش اسهل من كده مع ماري داوود، وان شاء الله هنزل لكم الطريقه على القناه. فاللي عايز يعرف الطريقه يخش على الصفحه، مفيش اسهل من كده مع ماري داوود، ويشوف الطريقه، وقريب خالص هنزله على القناه.
الريحه دي بجد اللي يعني يعني عمايل السلق هو الاساس، يعني اساس القلقاس وطعم القلقاس وريحه القلقاس. بصي بقى انا عايزه اوريكم. بصوا بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، ريحه وطعم. يعني انا عايزه اقول لكم يعني من ورا الكواليس كده انا دقته بجد تحفه تحفه. احلى حاجه يا حبايبي في الخضار لما بتيجي تفرزيه حرفيا، يعني بتعملي الاكل في 10 دقايق، في 10 دقايق، يعني في 10 دقايق تبقى عامله احلى اكل. عايزه اقول لكم يعني ده بقى يعني قلقاس صيامي. قال لا، قال مش هيتعمل. يعني ما علينا بقى حتى لو انت يعني ما في الصيام وعايزه يعني تتصرفي كده وتعملي اكل حلو لاولادك وتملي البيت كده طبيخ كده وخير، مش هنعرف نعمل؟ طبعا هنعمل، وهنعمل احلى طبيخ كمان. يعني وجبه اقتصاديه وجميله ومش مكلفه، بالذات بقى لما انت كمان بتبقي مفرزه الحاجات دي باسعار كده مناسبه للتفريزات اللي انت بتفرزيها، فبتحسي كده ان الاكله اقتصاديه. وغير انها اقتصاديه كمان يعني ما خدتش معاكي 10 دقايق كده واقفه في المطبخ، 10 دقايق تستفيدي يعني ببقيه اليوم. عايزه اقول لكم حاجه في حكايه تهدير الوقت ده، بجد نصيحه بقى، يعني ده بعيد عن القلاص طبعا، ان ما تهدريش اي وقت عندك، يعني استفيدي بكل ثانيه في وقتك. انتي ابدا بيها، انتي ابدا بيها. يعني هقول لكم الصراحه، يعني وانا في المطبخ طبعا انا تملي احط تايم للوقت بتاعي. يعني مثلا ايه، اقول طب ان شاء الله باذن الله يعني انا في الاكله دي او في الغداء انا هاخد مثلا 10 دقايق نص ساعه حسب ايه نوعيه الاكل والاكل اللي انت هتعمليه ايه. تمام. فانا يعني يعني ايد ربنا بتبقى طبعا بركه ربنا وايد ربنا تبقى قبل ايدنا، فاحنا ايه، فانا ببقى حاطه التايم ولاني ببقى عايزه انجز. ولما بحط التايم ده ليا بحس ايه بقى، بحس اني يعني بتحدى نفسي. فجالي مكالمه، جالي مكالمه هي حد يعني ايه من صحابي يعني. ف يعني الصراحه انا كنت هرد بس هي ايه يعني ما لحقتش ارد على المكالمه. بس برضو لما جيت فكرت في المكالمه دي، صاحبتي دي بقى بالذات يعني بتقعد بقى تهدر معايا وقت وتقعد بقى معلش يعني كلنا بنبقى عندنا ظروف وعندنا، ومش حرام ولا عيب يعني ان انا مثلا ليا صاحبه احكي لها ظروفي ومشاكلي. بس دي بقى بالذات انا عايزه اقول لكم ان صاحبتي دي يعني ممكن تحكي 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 وتقعد تكب بقى في حاجات سلبيه كتيره، ووقت ما انت هتعوزي، وقت ما انا هعوزها او وقت ما انا حابه اكلمها ما بتبقاش عندها استعداد اصلا تسمع. يعني صاحبه بتاعت وقتها، وقت لما تبقى عندها ظروف وتعبانه ونفسيتها تعبانه ترن وتبقى ايه عايزه تقعد وتتكلم وكده. وقت ما الدنيا تبقى معاها فله وماشي الدنيا ماشيه، لا لا ما هي ما تعرفكيش، فهي حد بتاع وقت. عموما انا عايزه بس اقول لكم ايه، ما تهدروش الوقت بتاعكم، حاولوا تحافظوا على الوقت. انت ابدا بكل ثانيه في وقتك، بيتك ولادك جوزك نفسك، انت ابدا يعني في كل ثانيه كده من وقتك انت ابدا بيها. عايزه اقول لكم بقى يا ريت تجربوا القلقاس الجميل ده. بصوا بصوا، طب والله يعني عايزه اقول لكم، يعني اقول لكم ايه، شايفين يعني اكنه معمول بشوربه. حطيت طبعا ورق اللوري اهو اللي انا قايله لكم عليه، يعني بسم الله ما شاء الله اكنك عاملاه بشوربه. بصوا بصوا، وعايزه اقول لكم ما اخدش مني وقت. عارفين ليه يا بنات ما اخدش وقت؟ لاني انا لما باجي انقي القلقاس بنقي الحبايه الكبيره. يعني مثلا ايه، انا عارفه مثلا الطبخه عندي يعني كيلو ونص كيلو، فبحاول انقي حبايه واحده
اعملها في الطبخه. ليه؟ لان علشان لو انت يعني نقيتي كم حبايه وعملتيهم مع بعض كده مثلا، ممكن في حبايه تستوي غير واحده، فاهميني؟ فهي لما بتبقى واحده بتبقى السوا بتاعها واحد. فانت وتملي نقي الحبايه بتاعت القلقاس اللي هي الكبيره دي، بتبقى زي الزبده، واللي هي بتبقى حواليها من فوق كده اللون البنك كده الفاتح الجميل، دي تضمني بقى انها مش هتاخد معاكي اي وقت في التسويه. بصوا قمر. يلا بقى جربوا طريقتي ومش هتندموا، هتحبوا تاكلوا القلقاس ده على طول كده صيامي، حاجة اقتصادية، حاجة تحفة كده، حاجة صيامي. بجد جربوه مش هتندموا خالص خالص خالص. يلا يا حبيبة قلبي، لو عجبك بقى الفيديو ما تنسيش اللايك بتاعك اللي بيفرحني، وتفعيل زر الجرس عشان كل جديد يوصلك، وكومنت حلو يفرحني.